ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. أنا يوسف كليفر، معاكم في كلية علوم فرقة أولى. بإذن الله هنشرح النهاردة منهج حاسب الترم الأول. أول توبيك معانا وهو الداتا تايب. يلا بينا نبدأ وما نضيعش وقت. ماشي. كل اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة هما 9 نقط أساسية. أول حاجة الفرق ما بين انت وفويد، تمام؟ تاني حاجة ازاي تعمل سطر جديد. تالت حاجة ازاي تعمل كومنت. رابع حاجة أنواع البيانات الأساسية الستة. خامس حاجة سي إن وسي أوت. سادس حاجة تحديث قيمة المتغير. سابع حاجة قواعد تسمية المتغيرات. تامن حاجة عمليات حسابية. تاسع حاجة المودولس، وديت الحاجة الأخيرة معانا. يلا نبدأ من أول ما قالوا يا كود. بسم الله. أول حاجة أنت بتعمل هاش في الكود بتاعك، هاش انكلود بعد كده تعمل قوسين وتكتب جوه اي او ستريم. ايه الاي او ستريم ديت؟ باختصار الاي او ستريم ديت هي اللايبراري بتاعتك. ماشي. اللايبراري بتاعتك يعني ايه لايبراري؟ يعني مكتبة. طب المكتبة ديت أصلا فيها إيه؟ فيها أمرين مهمين اللي هما السي إن والسي أوت، ويكون فيها أوامر تانية بس إحنا اللي نعرفهم دلوقتي سي إن وسي أوت. بعد كده using namespace std. في حاجة في الأول ما تيجي تكتب كود، لما بتيجي تكتب الكود بعد كل سطر بتكتب إيه؟ سيمي كولون زي كده اللي هي الفاصلة المنقوطة. تمام؟ بعد كده انت من. ماشي. تعمل الأقواس بتاعتك كده في الآخر خالص ريتيرن زيرو. ده كده ده كده آه، المكان اللي بتكتب فيه الكود ما بين القوس الأصفر ده والقوس الأصفر ده. انت من ديت ايه؟ ديت عبارة عن فانكشن. طب ايه فانكشن وايه حوارات الفانكشن دوت؟ مش موضوعنا النهارده، احنا موضوعنا داتا تايب. لما نوصل لفانكشن انا بقول لك يعني ايه فانكشن. تعالى نتكلم في الداتا تايب. احنا دلوقتي اول حاجة احنا عايزين نعرفها ايه؟ الفرق ما بين انت والفرق ما بين فويد. تمام. انت مين بتحط معاها ريتيرن زيرو. تمام. لما توصل لفانكشن هفهمك الحتة دي كويس. انت مين بتحط معاها ايه؟ ريتيرن زيرو. تمام. لو خلينا فويد مين اهي، فويد مين، فويد مين مش هتحط ريتيرن زيرو. طب لو مع انت مين وما حطيتش ريتيرن زيرو الدنيا خربت ولا حصل حاجة. تمام. ده كده اول حاجة احنا عرفناها الفرق ما بين انت وفويد. ومعلومة ليك لغاية ما نوصل لفانكشن، فويد ما بترجعش قيمة انما انت بترجع قيمة. عشان كده بناخد مع فويد، بناخد مع فويد ما بنحطش ريتيرن زيرو انما بناخد مع انت ريتيرن. ريتيرن اي حاجة بقى. الانت بترجع قيمة انما فويد ما بترجعش فما بتحطش ريتيرن. تمام كده. دي كده اول حاجة من ايه؟ من اصل الستة. تعال نشوف تاني حاجة. ماشي. قبل ما نشوف تاني حاجة تعالى نعرف امرين اللي هما السي ان والسي اوت. السي ان العلامتين بتوعها لجوه كده. ماشي. عارف لو انت جيت عملتهم لبره غلط تلاقي ان الكود اصلا غلط معاك. سي ان العلامتين لجوه. طب سي ان دوت بنعمل بيه ايه؟ سي ان دوت بتدخل بيه المتغيرات، يعني بتدخل بيه البيانات بتاعتك. تمام. عايز ادخل اسم، عايز ادخل رقم، عايز ادخل اي حاجه بدخلها بسي ان. تمام. سي اوت دوت للطباعه عكس سي ان بالظبط، والعلامتين عكس ايه؟ عكس عكس بتوع السي ان. تمام. تعالى نروح للسي اوت. عايز اطبع اي كلمه في الدنيا، عايز اطبع اي حاجه في الدنيا، اي حاجه في الدنيا، اي حاجه في الدنيا عايز تطبعها حطها بين دبل كوتيشن. طب يا عم حطيت الدبل كوتيشن يا عم يوسف، ماذا بعد؟ كتبت مثلا اي كلمه في الدنيا، اي كلمه، هلو، احمد، علي. تمام. دلوقتي انا كده كتبت الكود. هل كده الكود صح؟ استحاله ان الكود يبقى صح. تعال نرن كده. ليه غلط؟ بص بيقول لك ايه؟ سيمي كولن اهو. طب تمام. حاضر. سيمي كولن ادي السيمي كولن. تعال نرن الكود كده في السريع. هلو احمد علي. تمام. طب دلوقتي حد جه قال لك لا يا عم ده احمد ده شخص وعلي ده شخص.
فاحنا كده هنوصل لحتة ايه، ان انا عايز اعمل سطر جديد ما بين، يعني عايز اعمل جملتين، واحدة هلو احمد وواحدة ايه، هلو علي. ماشي، او عايز مثلا اعمل هلو احمد وعلي مثلا في سطر لوحدها. طيب عايز اعمل علي في سطر لوحدها. قال لك عشان تعمل سطر جديد انت محتاج حاجتين، او بتعمل بحاجه من الاثنين، مش محتاج حاجتين، هي حاجه من الاثنين بتعمل لك سطر جديد. لو جيت هنا ما بين هلو وما بين احمد، حطيت سلاش، ماشي، ان، تفتكر كده ايه اللي هيحصل؟ هيجي عند هلو يقوم عامل سطر جديد، يبقى هلو هتتعمل في سطر لوحدها، واحمد علي هتتعمل في سطر لوحدها. تعال نشوف. هلو احمد علي ايه، تحتيه. طيب لو جيت دلوقتي عملت سلاش ان تانية، ادي سلاش ان، هتلاقي هلو في سطر واحمد في سطر وعلي في سطر. ادي هلو وادي احمد وادي علي. تمام. طيب انا دلوقتي مش عايز اعمل سلاش ان. طب خلي بالك السلاش ان كتبناها فين؟ كتبناها جوه مع ايه، مع الكلام. تمام تمام، مش عايز اكتبها جوه مع الكلام. ينفع اكتبها بره؟ لا يا عم ما ينفعش. طب عايز اكتب اي حاجه بره وانا مش هفضل كده، لا انا مش عايز اكتب جوه الدبل كوتيشن، انا عايز اكتب بره. فبتعمل ايه؟ تعمل هلو، بعد كده تعمل العلامتين بتوع السي اوت، بعد كده بتعمل اند ال. اند ال ديت يعني ايه؟ يعني اند لاين، يعني خلاص اقفل السطر ده وخش لي على السطر اللي بعده. تمام عملت. بعد كده ادي اهو كنترول في، ماشي، عايز تعمل احمد اعمل احمد. تمام. عايز تعمل علي، كنترول سي، عايز تعمل علي، ماشي. تعال نرن الكود بتاعنا، يبقى هلو في سطر واحمد في سطر وعلي في سطر. تعال نرن، هلو في سطر احمد في سطر علي في سطر. تمام. طيب دلوقتي انا مش عاجبني شكل الكود كده 3 سطور عشان اكتب هلو احمد علي. طب تعالى يا عم، مش عايز تعمل السطور دي كلها؟ طب تمام، تعالى نشيل السطور دي كلها ونحطها كلها في سطر واحد. احنا عملنا هلو، عملنا اند ال، صح؟ اعمل العلامتين بتوع السي اوت، ادي هلو دبل كوتيشن. تمام. ماشي، اند لاين. تمام. بعد كده علي، ادي علي فين، ادي علي. بقى كله في سطر واحد. بص كده، بس كل واحدة في سطر، بس بقى الكود اللي مكتوب أصلا بقى في سطر واحد، إنما هلو أحمد علي، هلو في سطر، أحمد في سطر، علي في سطر. ملكوش دعوة بكليفر ديت، كليفر ديت تبع الاسم يعني، مش معانا. تمام. فكده هلو بقت في سطر، ماشي. هلو اند ال يعني اعمل لي سطر جديد، أحمد اند ال اعمل لي سطر جديد، علي. خلاص كده. تمام. لو كتبت حاجة بعد علي تفتكر هتبقى معاك في نفس السطر من غير اند ال؟ يعني كتبت مثلا اتش ال او اتش كي مثلا، هنبص كتبت ايه، نفس الايه، نفس السطر. عملت اند ال تتعمل في سطر جديد. تمام. دي كده واحمد علي، شكرا. احنا كده وصلنا لحتة ازاي تعمل سطر جديد بطريقتين. يبقى نيو لاين، ماشي. تعملها ازاي؟ تعملها يا اما بسلاش ان، تمام، يا اما نيو لاين بايه، باند ال. تمام. تعالى نهمش الكلام ده كله، كده كله بقى كومنت. ابقى فاهمك كومنت ثانية واحدة. تالت حاجة عمل كومنت، اللي أنا لسه عامله خليت الكلام بالأخضر كده ده كومنت. طب الكومنت بيتعمل ازاي؟ الكومنت ليه طريقتين، تمام. والكومنت بيتعمل ليه أصلا؟ هو الكومنت ليه طريقتين في إن إحنا نعمله، هقول لك ليه بعد ما نعمله. ماشي. مثلا أنا جيت عايز أكتب أهو، تعالى نرجع تاني أهو، سي،
ماشي، اهو الكلام، وادي كده اهو الكلام مش في كومنت. حلو. طب دلوقتي انا مش عايز الكود ده يظهر لي تاني، انا خلاص عملت الكود ده، انا هكتب كود جديد يا عم، مش عايز الكود ده يظهر لي تاني. الكلام دوت خلاص انا كنت بشرح بيه ومش عايزه تاني. انا بعرف نفسي ان هيطبع سي اوت هلو احمد علي. خلاص مش عايز الكلام ده يظهر، بس محتاجه بعد كده. حد بيشتغل ورايا ومحتاجه ايه، يعرف انا عملت ايه في الحتة دي. تمام، بس مش عايز الحتة دي تظهر في الكود. قال لك بتعمل كومنت، تيجي تعمل اتنين سلاش كده، الموضوع كله في كومنت. تمام. طب الكومنت عندك اكتر من سطر، يعني جيت هنا قمت عامل سطر، جيت هنا قمت عامل سطر، الكلام ظهر والدنيا باظت. فبتيجي تشيل اول واحده، تحط نجمه، تحط نجمه في الاخر، علامه برضو ايه، سلاش زي كده. خلاص بقى كله كده كومنت، بقى كله كده كومنت ملوش لازمه. تمام. تعالى بقى نرجع تاني نرجع الدنيا زي ما كانت. ماشي. ادي كنترول. كده انت عرفت الكومنت بتاعك وعرفت الدنيا بتاعتك. تمام. كده بقى ايه، كله في سطر ايه، سطر واحد، الكومنت بتاعه. طب تمام، حلو أوي كده، عرفنا ازاي الكومنت بيتعمل بطريقتين، يا اما يا اما دي اهو، استنى، نيو كومنت، نيو كومنت بيتعمل ازاي، يا اما بدي العلامتين دول، او الكومنت سنجل ايه، سنجل لاين يعني سطر واحد، سنجل لاين، فبيتعمل كده. طب لو اكتر من سطر، اكتر من سطر بيتعمل كده. تمام. كده عرفنا نعمل كومنت لو اكتر من سطر ولو سطر واحد. تعالى بقى نحط الكلام ده كله في كومنت. ادي الكلام كله بقى في كومنت اهو. تمام. كده الكلام كله بقى في كومنت. تعالى بقى نتكلم في حتة ايه، رابع حاجة معانا، اه رابع حاجة انواع البيانات. بص يا عم، إيه، جالنا راجل بتاع فاكهة. تمام. فانا عايز اعمل اوردر فاكهة. تمام. فعايز ادخل له عدد الفاكهة بتاعتي، يعني انا هدخل، انا عايز دلوقتي 5 تفاحات، عايز ادخل 5 تفاحات. تمام. هقول مثلا انت ده نوع البيانات. طب نوع البيانات ده بيخزن لي ايه، الانت ده بيخزن لي اعداد صحيحة بس. يبقى انت اعداد الصحيحة اهو، انت عدد صحيح. تمام. مش محتاج دي في حاجة. تمام. فجيت قلت انت، جيت قلت انت الاي. طب انا قلت الاي ليه، ممكن اخليها بي، ممكن اخليها سي، ممكن اخليها دي، ممكن اخليها اي حاجة في الدنيا. تمام. قلت انت الاي. طيب انت الاي بتساوي مثلا 5. هل كده الكود بتاعي صح؟ استحالة يكون صح. ليه؟ نسيت السيمي كولون يا عم الحاج. أنا دلوقتي قلت له أنت ال A بتساوي 5. ماشي؟ ده كده أنا مثلا رايح أطلب إيه؟ تفاح، يبقى عدد التفاح. تمام؟ أدي عدد التفاح. أهو خليها هنا عدد التفاح. تمام. قلت أنت ال A بتساوي 5. طيب جيت دلوقتي أنا عايز أدخل وزن التفاح. طب وزن التفاح ده ممكن يكون كسر، صح ولا مش صح؟ صح. طيب بندخل الكسور بإيه؟ بحاجتين، عندي حاجتين أدخل بيهم إيه؟ كسور. إيه وإيه؟ فلوت، مثلا اس بتساوي مثلا 1.25. وزن التفاح مثلا يا عم الحاج كيلو وربع. تمام. تمام. دي كده فلوت. ماشي. ادي فلوت للأعداد للكسور. ماشي. قال لك في حاجة تانية للكسور برضو. تمام. ايه هي التانية للكسور؟ هقول لك انا دبل.
دبل مثلا سي ايكوال 3.2. تمام، 5 6 4 عادي، أي أرقام. ماشي. فجيت قلت لك إن دبل برضو بالكسور. طب إيه الفرق ما بين دبل وإيه الفرق ما بين فلوت؟ قال لك فلوت بعد العلامة يكون حد أقصى 7 أرقام. أنا هنا حاطط رقمين اللي هو الاتنين والخمسة. إنما دبل حط لحد 14 رقم معاك عيش. تمام. هو ده الفرق ما بين إيه فلوت ودبل. تمام. تعال نخش للنوع الرابع اللي بعد كده اللي هو سترينج. ماشي. سترينج. ستيرنج يا عم. سترينج. سترينج مثلا الإكس. إكس. قال لك في سترينج في تريكاية حلوة أوي. إن أنت في سترينج لما بتيجي بقى تكتب الحاجة، سترينج ده بنعمل بيها إيه أصلا؟ دلوقتي أنا دخلت إيه؟ دخلت عدد التفاح. تمام؟ ودخلت وزن التفاح مرة بفلوت ومرة بدبل. طيب أنا عايز اسم العميل اللي هيروح له التفاح. اسم العميل اللي هيروح له التفاح وليكن مثلا علي. ماشي. فبتحط دبل كوتيشن وتحط علي. طيب تمام. حطينا دبل كوتيشن وحطينا علي. مع سترينج بس حطينا دبل كوتيشن. ركز، مع سترينج بس حطينا دبل كوتيشن. ماشي. انما مع مثلا الارقام ما جيتش حطيت دبل كوتيشن. مع انت ما حطيتش دبل كوتيشن، مع فلوت ولا دبل ما حطيتش دبل كوتيشن. تعالى كده احنا عملنا سترينج. قال لك سترينج للكلمة او للجملة. حلو. طيب يا عم، دلوقتي انا عايز اختصر بقى الموضوع. عايز دلوقتي ادخل ايه؟ عايز ادخل اللهم صل على النبي، اول حرف من اسم الفاكهة. هدخل حرف بايه؟ بتشار. تشار هي كاركتر. ماشي. تشار ندخل بيها حروف. تشار مثلا اس ايكوال. بص هنا هعمل ايه. بص هنا هعمل ايه. سنجل كوتيشن. سنجل كوت اهي. ماشي. اكتب مثلا فيها حرف واحد بي. ماشي. ولا او مثلا. احنا قلنا تفاح يبقى بايه. ماشي. كده هنا string الكلمة أو للجملة. ممكن نكتب هنا اسم العميل. ماشي. دبل للكسور. ماشي. وندخل بيها مثلا وزن التفاح. ادي وزن التفاح. حلو. قلت للكسور وزن التفاح، وهنا عدد صحيح عدد التفاح مع الإند. تمام أوي كده. كده ناقص لنا بول، واللي هي بتاخد ترو أو فولس ومش بتستخدمها كتير فمش هعرفك بيها. تمام. يبقى احنا كده معانا 5 حاجات بالظبط. طيب حلو أوي. أنا دلوقتي عايز أطبع سي أوت. ماشي. احنا عرفنا الحاجات دي. تمام. طيب يا عم يوسف، احنا دلوقتي عرفنا الحاجات، مش المفروض ندخلها؟ هتدخلها ليه؟ انت دلوقتي معرف حاجة. تمام. ومديلها قيمة. هتدخلها ليه؟ يعني انت الايه بتساوي 5. تمام. فتيجي تطبع سي اوت الايه المفروض يطبع لك كام؟ يطبع لك 5 صح كده؟ ادي انت الايه بتساوي 5. قال لك عندنا ايه؟ عندنا ايرور. ماشي. اه ماشي تشار. تشار. خليها تشار بس مثلا. اليوزر هو اللي يدخل الايه. اه احنا مدين الاتنين نفس الاسم. مديني تشار اس ومديني في الفلوت برضو اس، فعشان كده ايه حصل ايرور. تمام. مينفعش تغير اسم اسم الفاريبل مرتين. مثلا او
شار او مثلا ايكوال بي. حلو. في دبل سنجل كوت بي. تمام. تعالى كده نطبع بقى نشوف ايه اللي هيطبع. طبع لك 5 اهي، اللي احنا قلنا سي اوت الاي. طب ماشي، عايزين نطبع بقى السي اوت الاي. نطبع الاس هيطبع الايه 1.25. نطبع السي. تعالى كده نعمل اند لاين. ماشي ادي اند لاين. ماشي ادي اند لاين. وبعد كده ادي الاس، يبقى اند لاين وادي الاس. يبقى كده 5 كده 1.25. طيب تمام. انت نعمل ما بين الاس وما بين السي ايه اند لاين. طيب تمام، عملنا اند لاين ما بين الاس وما بين السي. يبقى المفروض كده هيظهر لي 5، بعد كده 1.25، بعد كده ايه التلاتة كسور كتير دول. تمام. تعال نبص. نفس زي ما انا قلت لك ادي. طب ماشي، عايزين نعمل اند لاين تاني ونظهر ايه، نظهر الاكس اللي هو الاسم اللي هو بتاع علي. ادي اند لاين. بعد كده ايه، بعد كده الاكس اللي هو مين، اللي هو علي. تعال run. علي. طيب تعال اند لاين تاني. قلنا اكس دي اند لاين. ماشي، بعد كده ايه، بعد الاكس هنظهر الاو. وليكن هنا احنا قلنا الحرف بي. كده على run. اهو ظهر لك ايه 5 اللي هي متعرفة بانتجر، الاس اللي هي متعرفة بفلوت. ماشي 3.254 اللي هي متعرفة بدبل. علي اللي متعرفة سترينج بي. كده احنا عرفنا الداتا تايب بالست انواع بتاعها. تمام. طب دلوقتي لو انا جيت، تمام، ما اديتش الايدي قيمة، قلت اليوزر هو اللي هيدخل الايه. تمام. قلت اليوزر هو اللي هيدخل الاس. حلو. وقلت اليوزر هو اللي هيدخل السي، وهو اللي هيدخل الاكس، وهو اللي هيدخل الاو. تمام. وكده عملت رن، هيحصل لك ايرور. ماشي اهو ظهر لك اي ارقام ايه، اي ارقام وخلاص. ليه؟ لان انا ما قلتلوش سي ان، يعني المفروض اقول له هنا سي ان. سي ان تكون مثلا بالترتيب، اول حاجه تدخل عدد التفاح يبقى سي ان ايه، بعد كده اس، بعد كده، بعد كده سي، بعد كده اكس، بعد كده او. حلو. بعد كده ايه، ماشي ادي اكس لازم تكون سمول واو سمول اهي. هيجي يقول لك أول حاجة هتدخلها مثلا الإيه، قلنا بخمسة 3.75 3.777. تمام. بعد كده دخل السترينج، دخل مثلا أحمد. كده في التشار دخل مثلا تشار إيه. حلو. آخر حاجة تشار إيه أهو. بعد كده قام هو ظهر لك إيه 5 3.75 الكلام ده كله. حلو أوي. طيب تمام. كده إحنا عرفنا إزاي ندخل البيانات. ماشي. يعني انا لو انا معرف بيانات هعمل سي اوت على طول. طب انا لو يعني انا لو معرف قصدي معرف المتغيرات ومديلها قيمه هعمل سي اوت على طول. انما لو انا معرف المتغيرات ومش مديلها قيمه، سي ان قبل السي اوت. ان انت تدخل تخلي اليوزر هو اللي يدخل الايه القيم. تمام. كده احنا عرفنا لنا كده كنترول ايه زد. ماشي. ان الكلام ده كله اعمله ايه، اعمله في كومنت. حلو. الكلام كله بقى في كومنت. حلو أوي. تعالى نتكلم في رابع نقطة. رابع نقطة رابع نقطة معانا اللي هي كده اتكلمنا في أنواع البيانات واتكلمنا في سي إن وسي أوت. نتكلم في حتة تحديث قيمة المتغير، النقطة السادسة. حلو. لو أنا دلوقتي جيت قمت عامل انت الاس واديتها قيمة مثلا 5. حلو.
وجيت بعدها بشوية قلت الاس ماشي بتساوي 7. حلو. وبعد كده بشوية قلت سي اوت الاس. تفتكر هيطبع ال5 ولا هيطبع ال7؟ فكر كده يلا نرن. طبق ال7. طب ليه طبق ال7؟ عايز اقول لك الكومبايلر بيمشي ايه سطر سطر. دخلت لقيت الاس ب5. طب نزلت بعديها لقيت الاس ب7. طب هطبع 5 ولا 7؟ اطبع اخر حاجة وصلت لها الاس اللي هي ب7. تمام. تمام قوي. نطبع اخر حاجة وصلنا لها الاس اللي هي ب7. طيب لو جيت عملت سي اوت الاس خدناها كده ماشي وحطيناها هنا اهو. تمام. تفتكر هيطبع ال5 ماشي ولا ال7؟ طبق ال5. ليه؟ لان هو لقى السي اوت بعديها ايه بعد الاس اللي هي ب5 على طول. رجع لها ب7. طب بعد ما لقيتها ب7 اعمل ايه؟ ما انت ما طلبتهاش مني. يعني انا لو جيت عملت سي اوت برضو هنا للاس ماشي. اعمل هنا اند لاين سي اوت للاس. هيطبع 5 بعد كده 7. بص 5 بعد كده 7. ليه؟ هو ده خلاها الاس بكام؟ ب5. بعد كده قام قلت له ايه؟ اطبع لي الاس اللي هي بكام؟ اللي هي ب5. بعد كده الاس بقت بكام؟ بقت ب7. بعد كده قلت له اطبع لي الايه؟ الاس اللي هي ب7. تمام. طب مثلا لو انا قلت له هنا انا معرف الاس ب5. تمام. بعد كده ايه؟ نشيل الاس خالص ماشي. قلت له انت الاس ب5 سي اوت الاس. حلو. بعد كده قلت له سي ان الاس. يعني انا مدي لها قيمه وبعد كده بقول له ايه؟ خلي ايه؟ خلي الاس بقيمه تانيه. تمام. هو هيطبع لي اول حاجه ايه؟ هيطبع لي ال5 وبعد كده يستنى مني قيمه جديده للاس وليكن انا هدخلها 9. هيطبع لي كام؟ يطبع لي 9. خد بالك. كده احنا عرفنا حته تحديث قيمه المتغير ماشي. يبقى قواعد تسميه المتغيرات. حلوه قوي. قال لك لما تيجي تسمي المتغير بتاعك ماشي. ما ينفعش تسمي المتغير باسم من الكلمات المحجوزة. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش اقول متغير انا عملت انت اللي هو اخزن اعداد صحيحة. ما ينفعش اكتب جواه انت. اللي هو ازاي بقى؟ يعني انت سبت الدنيا كلها وجيت مسكت لي بكلمة من الكلمات المحجوزة عندي في اللغة. ما ينفعش انت. ما ينفعش دبل. ما ينفعش فلوت من اي كلمة من اللي احنا ايه حاطينهم. ما ينفعش سترينج. ما ينفعش اقول انت سترينج. اللي هو ايه العبط ده؟ ماشي. يبقى دي اول حاجة في قواعد تسمية المتغيرات. تعالى نكتبها كده بسرعة. ما ينفعش تسمي باسم من الكلمات المحجوزة. تمام. كده أول حاجة ما ينفعش انت مثلا دبل. أهو انت دبل. الكلام ده ايه؟ ما ينفعش. طيب. تاني حاجة ما ينفعش المتغير. ما ينفعش المتغيرات بتاعتك حساسة للحروف. يعني ما ينفعش أقول لك انت البي ماشي بتساوي مثلا بتساوي 5. حلو. وأقول لك سي أوت البي كده. أنا هنا كاتبها سمول وتحت كاتبها كابيتال. فتعالى كده نشيل الكومنت اللي هنا ده ونشوف ايه اللي هيحصل. احلى ايرور في الدنيا هيطلع دلوقتي. تمام. بص قال لك ايرور البي ما ينفعش تبقى كده. انما لو بي سمول عاديه هتطبق. تمام. اتطبقت اهي 5. حلوة قوي. فدي كده تاني حاجه حساسه للحروف. اهو. يبقى حساسه حساسه للحروف. حلو. كده حساسه للحروف و... وقلنا ما ينفعش تسمى بالكلمات المحجوزه. ايه تاني عندنا؟
عندنا ما بتسمحش بالفراغات. تمام. يعني ما ينفعش اقول مثلا، ما ينفعش اجي هنا مثلا اقول انت مثلا اتش، ادي ايه، واجي اعمل الجي، سبت مسافة واجي اعمل اي. هل كده هل كده انا لو جيت قلت انت الادج مثلا بتساوي 5 سي اوت الادج، ولا كأنك عملت اي حاجة غلط؟ ما ينفعش الكلام ده. طب لو كلها جنب بعضيها كده تمام، لما كلها جنب بعضيها كده تمام. ما ينفعش ايه، ما ينفعش اللي هو الايه، ال- المسافات يعني. ما ينفعش اقوم جاي مثلا عامل شباك كده في النص، ماشي، ده رموز خاصة وعندي في اللغة، فاهم؟ ما ينفعش اقوم جاي ايه، عامل انتج شباك واسيب سبيس والكلام ده. ماشي، يبقى لا يسمح بالفراغات. دي في قواعد تسمية المتغيرات، لا تسمح لا تسمح بالفراغات أو الرموز الخاصة. حلو. تعالى نعمل ده كده كومنت. ماشي. ايه تاني؟ اه تعال. آه، ما ينفعش تبدأ الاسم برقم. يعني ما ينفعش أقول انت 5 جو مثلا، فاجي أقوم عامل مثلا ايكوال 5. تمام. أنا كده بدأت الاسم برقم، فما ينفعش أبدأ الاسم بإيه؟ برقم. كده غلط. إنما ينفع الرقم يكون مثلا في النص، يعني مثلا جو، ماشي، فأحط الرقم هنا عادي. تمام. ينفع أعمل اللي هي السلاش اللي تحت دي، أهي عادي. تمام. إنما ما ينفعش إيه، تقوم جاي حاطط لي رقم في الأول، يعني 2 كده ما ينفعش. تمام. يبقى تعالى كده نكتبها. ماشي. ادي لا يسمح، ولا بلاش لا يسمح، ما ينفعش نبدأ برقم. ماشي. بس عادي في النص أو في الآخر. حلو. تعالى نعمل ده كده كومنت. كده احنا مفيش حاجة تانية في قواعد الإيه. تعالى بقى نتكلم عن العمليات الحسابية والأولوية. العمليات الحسابية والأولوية، أول حاجة أول حاجة مثلا أنا هعرف 2 متغير. تمام. انت انت هو أنا لو جيت أعرف 2 متغير ينفع أقول انت إكس وأعمل إيه؟ واعمل سيمي كولن، واقول انت مثلا واي واعمل سيمي كولن. طب لو انا عايز احط الاتنين جنب بعض سطر واحد، هقوم شايل انت واي ديت واجي هنا اعمل كوما بالسيمي كولن كوما. تمام. واقوم عامل واي. تمام، بقى اكس بعد كده واي، ده كله سيمي كولن في الاخر. تمام. انا عرفت متغيرين اكس وواي، بعد كده قلت سي ان، العلامتين اللي جوه اهو اكس ادي واي. كده قلت سي ان الاكس وسي ان الايه الواي. تمام، عرفت متغيرين وقلت سي ان الاكس وسي ان الواي. تعال سي اوت. ماشي. مثلا اكس. تعال نعرف متغيرات كتير بقى، يعني تعال نخليهم اكس وواي زد وال. ماشي. يبقى ادي زد وادي ال. ماشي. وتعالى هنا اعمل كوما، ادي زد وادي ال. تمام. ادي اكس واي زد ال. حلو قوي. تعالى نعمل الاكس زائد الزد. ماشي. اكس خليها اكس زائد الواي. ماشي. ناقص الزد. ماشي. ناقص ال. حلو. ومفروض كده أول حاجة يعملها إيه؟ تعالى مثلا، ماشي خليها كده. أول حاجة المفروض هيعملها، هيقوم جامع الأقواس اللي جوه الأقواس الأول، لأن الترتيب بتاعه ماشي إزاي؟ ماشي كده، أقواس. ماشي. ثم أول حاجة قلنا أقواس
ثم ضرب وقسمة، ثم ضرب وقسمة ومودولس، التلاتة ليهم نفس الأولوية. يبقى أقواس ثم ضرب وقسمة ومودولس على حسب اللي يجي بقى، اللي يجي من الشمال معاك. ماشي. ضرب وقسمة ومودولس التلاتة ليهم إيه؟ نفس الأولوية. يبقى أقواس ضرب وقسمة ومودولس. بعد كده إيه؟ جمع وطرح. حلو. حلو. تعالى كده نرن الكود. هيقول لك دخل العناصر بتاعتك. ماشي. وليكن هندخل 5 و7، وهندخل 2 و2. المفروض هيعمل أول حاجة إيه؟ هيطبع خمسة، هيجمع 5 والسبعة. طلع 12 ينقص 2 تبقى 10، ينقص 2 يبقى 8. طبع لك ال8 أهو يا عم. تمام. تعالى مثلا نقول ماشي زد، مثلا نقول زد، زد في زد مثلا، في مثلا ال نضرب الزد في ال، بعد كده نجمع عليهم القوس. تمام. هيبدأ. تعالى ندخل مثلا، المفروض بيمشي ازاي؟ ياخد الأقواس الأول. ماشي. هندخل مثلا أول حاجة الإكس والواي اللي هو كام؟ 5 و7. هيجمع ال12 أهو. هيروح جامع الإكس والواي اللي هما 12. 12 بعد كده يقوم جاي رايح للزد والال. الزد مثلا ب2 والال ب2. ضرب الزد في ال 2 و2، 2 في 2 بكام؟ ب4. 4 و12 فوق اللي هما القوس، نتيجة القوس 12. بقت كام؟ بقت 16. طب تمام. طب تعالى نعمل زد زائد اكس واي. ماشي. بعد كده اضربها في الايه؟ في ال. حلو. او كده مثلا. تعالى احنا هنجمع التلاتة، بعد كده نضربهم في الايه؟ في ال. ماشي. مثلا 2 و2 و2 كده 6 و2 كمان، يعني 6 في 2. هيجمع التلات الأرقام الأولانيين يطلعوا له 6، يضربهم في 2 يطلع 12. طب تمام. تعالى كده نشيل الأقواس. هندخل نفس الأرقام 2 2 2 2. طلع لك 8. ليه؟ لأن هو هنا جه عمل إيه؟ لقى ضرب، فعمل إيه؟ 2 في 2 ب4، وجمع الإكس بقت 6، جمع الزد بقت 8. إنما لما كان في أقواس لا، راح ضرب الأول بعد كده جمع. يعني راح اللي جوه القوس قصدي، جمع الأول بعد كده إيه؟ ضرب. ماشي. يعني هنا هيقوم جاي 2 زائد 2، ولا هيبدأ من واي في ال؟ لا، هيبدأ من واي في ال. واي في ال 2 في 2 ب4، زائد الإكس اللي هي بكام؟ ب2 أدي 6، زائد الزد اللي هي بكام؟ ب2 يبقى 8. إنما هنا لما إحنا قلنا اجمع التلاتة وبعد كده اضربهم في ال، جمع التلاتة وبعد كده اضربهم في الإيه؟ في ال. طيب تمام أوي كده إحنا عرفنا ترتيب العمليات الحسابية. في آخر حاجة معاك هي مودولس. تمام. تعالى بقى نهمش ده كمان. آخر حاجة هي المودولس. دي المودولس. تعالى لما أقول لك 5 على 5 ديت فيها كام؟ الواحد. تمام. 5 مودولس 5. 5 مودولس 5 يعني باقي الاسم هيطلع 0. إيه الفرق؟ 5 على 5 هنا أنا بقسم الرقمين على بعض، إنما 5 مودولس 5 أنا عايز باقي الاسم. لما تقسم لي 5 على 5 هل هيبقى في باقي؟ لا، 5 على 5 خلاص بواحد، مفيش باقي اسم. خلاص يبقى تمام. طيب تعالى عشان نلخص حوار المودولس كله، هنلخصه في 3 قواعد مالهمش رابع. ماشي. أول حاجة، أول حاجة خالص، إن إحنا نعمل مودولس لرقم نمبر. ماشي. مودولس سيم نمبر. الناتج هنا إيه؟ زيرو. أنت بتقسم حاجة على نفسها فالناتج بتاعك زيرو. تمام. حلو أوي. بعد كده قرب الدنيا.
تعالى نعمل مثلا 12. حلو. مودولس 3 مثلا. 12 مودولس كام؟ ال 12 مودولس 3. ال 12 مودولس 3 ايكوال كام؟ بتتحسب ازاي بقى؟ يعني بتتحسب ازاي؟ تعالى نحسبها. ادي 12. ماشي. ادي نمبر، بيج نمبر مثلا اهو، يعني رقم كبير. ماشي. على رقم ايه؟ على رقم صغير. بيج نمبر على سمول نمبر. ماشي. ادي كده بيج نمبر على سمول نمبر. بتعمل ايه؟ بتعمل ادي البيج ناقص السمول. بمعنى بيج ناقص سمول بمعنى ايه؟ بمعنى هتيجي 12 مودولس 3، يعني 12 ناقص 3 طلعت لك كام؟ 9 ناقص 3 طلعت لك كام؟ 6 ناقص 3 طلعت لك كام؟ ادي 12 ناقص 3 ناقص 3 ناقص 3. 12 ناقص 9. 12 ناقص 9 3. شيل منها 3 تاني بقى صفر. تمام. ماشي. يبقى بيج على سمول هتقعد تعمل البيج ناقص سمول كده. هنا بقى الاسم ايه؟ صفر. هتفضل تطرح لغاية امتى؟ لغاية لما توصل لرقم متعرفش تطرحه من الايه؟ من الرقم اللي هو معمول عليه مودولس. يعني لما تيجي هنا، لو هنا مثلا كانت 12 مودولس 4، أو مثلا مودولس 8. مشيت على كده 12 مودولس 8. ادي 12 مودولس ناقص 8 طلعت لك كام؟ 4. 12 مودولس 8 طلعت 4. هل ينفع تطرح من الأربعة دي 8؟ استحالة. يبقى كده بقى الاسم عندي كام؟ بقى الاسم عندي 4. تمام. تعالى نكتب دي ونكتب، نخليها كده. تعالى نحط 8. ماشي. مودولس 12. ادي 8 مودولس ال 12. تفتكر هيطلع كام؟ لو قلت لك 8 مودولس ال 12. ايه؟ ادي 8 ادي المودولس ال 12. ده كده رقم صغير اهو. يبقى سمول نمبر. ماشي. على بيج نمبر. طب كده سمول نمبر على بيج نمبر، يعني رقم صغير على رقم كبير يديني السمول اللي هو الرقم الصغير. يعني 8 مودولس 12 يطلع لي 8. 1000 مودولس 5000 يطلع لي ال 1000. تمام كده. ادي السمول نمبر هو اللي جه هنا. يبقى 8 مودولس 12 يديني كام؟ يديني 8. حلو قوي. تمام التمام وزي الفل. كده احنا عرفنا المودولس وعرفنا كل حاجة في المودولس. تمام قوي. بيقول لك في حاجة تانية في المودولس انت ممكن تستخدمها. لو انا دلوقتي عندي مثلا انت، تمام، انت الايه بتساوي 125. حلو. انا دلوقتي عايز بالمودولس ديت خلي كل رقم لوحده. تمام. بقول انت مثلا، انا بعرف متغير تاني وليكن مثلا سي. حلو. بقول السي دي بتساوي الايه؟ مودولس الكام؟ مودولس العشرة. مودولس العشرة هيعمل ايه؟ هيقوم جاي بص هوريك. هيقوم جاي شايل الايه؟ شايل الخمسة دي اللي بره ويخليها 12 بس. يعني السي ديت بقت قيمتها كام؟ بقت قيمتها 12. تعالى كده نجرب. ماشي. ادي انت الايه. تمام. 125 انت السي. سي اوت السي. يلا. خد الايه؟ خد الخمسة. حلو. وكده جه عند السي عمل ايه؟ مودولس العشرة. طلع له كام؟ طلع له 5. حلو قوي. بعد كده جينا قلنا انت مثلا الاس. بص هنكمل على ايه؟ هنكمل على الايه. الاس بتساوي الايه مودولس 100. احنا عملنا مودولس 100 فالمفروض هياخد الكام؟
هياخد ال25. حلو، ادي كام؟ 25. حلو أوي. سي اوت الاس. ماشي، المفروض هيطبع كده كام؟ هيطبع أول حاجة خالص 5، بعد كده كام؟ 25. عملهم جنب بعض 525 ليه؟ لأن احنا ما عملناش اند لاين. فتعالى كده نعمل اند لاين في السريع. ادي اند لاين، رن يا باشا. ادي 5 وادي 25. يبقى المودولس باختصار لفصل الأرقام. حلو أهو، فصل الأرقام. كده احنا خلصنا. ناقص أهم حتة، أهم حتة البريفكس والبوست فيكس. حلو أوي إن احنا جبنا لها انت الإكس. انت الإكس مثلا بتساوي 5. حلو، قلت لك سي أوت إكس بلس بلس. حلو، تقول لي إيه إكس بلس بلس وإيه الكلام ده؟ أقول لك اصبر بس عليا. سي أوت ماينس ماينس الإكس. سي أوت اللهم صل على النبي. إكس آه ماشي، يبقى مثلا خليها بلس بلس الإكس. حلو، بعد كده سي أوت. سي أوت إكس ماينس ماينس. ماشي، هنا الإكس أهي اللي إحنا عاملينه ده. حلو أوي، سي أوت الإكس ماينس ماينس. تمام أوي كده. علمني يا باشا الكود. الإكس ب5، سي أوت هتطلع لك 5 5 6 6. أنت مش فاهم الأرقام دي إيه؟ ماشي، تعالى نعمل اند ال عشان الأرقام دي توضح معانا. أفهمك كل حاجة بتاعت إيه. دي اند ال. ماشي، يلا كده بسرعة كوبي بيست. تعالى كده بص، أول حاجة إيه الفرق ما بين البوست فيكس والبريفكس؟ تمام، البريفكس بريفكس البدايات، في البداية خالص بريفكس. ماشي، بتلاقي الحاجة قبل الإكس. يعني بمعنى إيه؟ بتلاقي مثلا ماينس ماينس الإكس. حلو، أو بلس بلس الإكس. بتلاقي الإنكريمنت أو الإنكريمنت. الإنكريمنت بتلاقيها في الإيه؟ في البداية. أدي بلس بلس الإكس. ماشي، أدي كده إيه؟ بتلاقي البلس بلس أو ماينس ماينس بتلاقيها فين؟ في البداية خالص. تمام. طيب بالنسبة للبوست فيكس، البوست فيكس بتلاقيهم في النهاية خالص، بالعكس على طول. ادي البوست فيكس. ماشي، فبتلاقيها اكس بلس بلس اكس ماينس ماينس. حلو حلو. تعالى نقرا الكود ونشوف بيتعامل مع الكلام ده ازاي اصلا. ماشي، تعالى نشوف بيتعامل مع الكلام ده ازاي. انا قلت له الاكس ب5، فدخل سي اوت اكس بلس بلس. هو اول ما يشوف الاكس بيشوف اول حاجه بعد السي اوت، لقى مين؟ لقى اكس بعدها بلس بلس، بس لقى الاكس الاول. فهيقوم جاي طابع لي 5. حلو، هو كده طبع ال5. هل خلص دوره؟ لا لسه. تعالى يا باشا زود لي على الاكس 1. حلو، يبقى بقت ب6. الاكس بقت ب6، بس هو طبع كام؟ طبع 5، بس خزنها في الذاكره كام؟ 6. يبقى 6 دي جوه الميموري او جوه الذاكره. ميموري اهي، 6 جوه الميموري، بس هو اول حاجه شافها الاكس فطبع الاكس. تمام. بعد كده دخل يا باشا لقى ماينس ماينس الاكس. اول حاجه شافها الاكس ولا ماينس ماينس؟ شاف الماينس ماينس. هي الاكس بكام؟ هتقول لي ب5. هقول لك لا ب6، لان هي اخر حاجه. انت بتاخد بقى اخر حاجه ايه في الميموري، اللي هي بكام؟ ب6. فتيجي هنا سي اوت ماينس ماينس الاكس، فهتقوم جاي طارح من الاكس 1 بقت بكام؟ بقت ب5.
تمام. بقت ماينس ماينس الاكس وتطبع الاكس، فهتطبع كام؟ هتطبع 5، ومتخزنة في الميموري كام؟ 5. انت جيت طرحت وبعد كده اطبع، طرحت بقت ب5 فطبعت ال5، بقت متخزنة كام؟ 5. طب تعالى هنا، لقيت بلس بلس الاكس، اول حاجة هتعملها ايه؟ هتزود، بقت ب6. حلو، بقت ب6 وهتتخزن في الذاكرة كام؟ 6. تعالى هنا لقيت ايه؟ لقيت اكس ماينس ماينس، فلقيت ايه الاول؟ الاكس ولا ماينس ماينس؟ لا الاكس. فاول حاجه شفتها الست، يعني الاكس اللي هي بكام؟ 6. فهطبع الست. تمام. بس هروح هنقص واحد، فتتخزن في ميموري كام؟ تتخزن في ميموري 5. الحته دي تقيله انا عارف، فتعالى نرجع تاني. ماشي. اول حاجه انا لقيت الاكس ب5، سي اوت. بعد السي اوت لقيت حاجتين، هلاقي حاجه من الاتنين، يا هلاقي الاكس نفسها يا هلاقي بلس بلس او ماينس ماينس. لقيت الاكس نفسها، روح اطبع الاكس اللي هي بكام؟ ب5. بس بعد ما تطبع لقيت ايه؟ بلس بلس، فروح زود على الاكس واحد بقت ب6، خزنها في الميموري ب6. كده الاكس يا باشا معاك في دماغك ب6. حلو. بس اللي هيطبع قدامك كام في اول مره؟ 5. حلو. دخلت لقيت ماينس ماينس الاكس، اللي قبلك بعد علامتين السي اوت ماينس ماينس، فاروح ايه؟ نقص، بقت بكام؟ بقت ب5. حلو، بقت ب5. هل بعد ال5 ديت هتروح تعمل ايه؟ هتطبع وهتتخزن في ميموري كام؟ 5. تمام. تعالى سي اوت بلس بلس الاكس، بلس بلس الاكس، فانت هتروح تزود على الاكس كام؟ على الاكس واحد وتطبعها. فزودت على الاكس واحد وطبعتها، فطبعت الست وخزنت في الميموري كام؟ 6. تعالى اللي بعدها سي اوت الاكس، فايه؟ فطبعت الست. ماشي، بس اتخزنت في ميموري كام؟ 5. يعني انا لو جيت بعد كده قلت سي اوت مثلا ماينس ماينس الاكس، فهيطبع كام؟ 4. اهو سي اوت ماينس ماينس الاكس، يا ترى هيطبع كام هنا؟ هيطبع 4. تعالى نرن تاني. اهو طبع لك 5 5 5. اهو بص، اول حاجة اللي احنا قايلين عليها ايه في الاول؟ اول حاجة 5، بعد كده 5، بعد كده 6، بعد كده 6، بعد كده في الآخر هنا إيه؟ 4. تمام. بس كده هي ديت حكاية الإيه؟ البوست فيكس والبريفيكس والكلام ده كله. تمام. مفيش حاجة تانية هتحتاجها غير مثلا اختصار كده صغير ممكن أقوله لك على السريع. الاختصار ده ممكن هيقابلك في اللوب بعد كده. ماشي. بس بقى كون عارفه من دلوقتي يعني. لو قلت لك انت اكس ماشي بتساوي 8، حلو، وجيت قلت لك اكس بلس ايكوال 5، معناه ايه السطر ده؟ السطر ده معناه بالظبط بالظبط ان الاكس تساوي ماشي اكس زائد 8، اللي هو كام؟ 8 اكس زائد كام؟ زائد 5، اللي هو 8 زائد 5 اللي هو يطلع لك كام؟ 13. تعالى كده الرن. تعالى بس نشيل اللي فوق ده عشان ما ايه ما يرزماش. يبقى اهو رن كده. احنا هترن ايه واحنا لسه ما قلناش سي اوت؟ ماشي. فتعالى نقول ايه سي اوت. ماشي، هنخلي الكلام ده مثلا سي اوت. ماشي. دي الاكس من القوس اكس بلس ايكوال 5. حط السيمي كولون بتاعتك. طبق لك كام؟ طبق لك 18. الاكس زائد ايه؟ زائد 5، 8 5 13. هو هنا طبع 18. يبقى ثواني. تعالى كده نغير الأرقام.
طبع 15. ماشي، تعالى كده بالراحة واحدة واحدة. إيه، هو هنا جه قال لك الإكس بتساوي إكس زائد الخمسة، يعني 5 زائد 5 10. حلو. قلنا الإكس بتساوي إكس زائد الخمسة، 5 زائد 5 10. فالمفروض مثلا لو قلنا إن دي الإس مثلا بتساوي الكلام ده. ماشي، انت مثلا الاس بتساوي الكلام ده، سي اوت الاس. فطبع ال10 زي ما قلت لك اهو. تمام. هنا بس عشان هتعمل اقواس وبتاع وقص، فاحنا عرفنا ان الكلام ده باس أهو. تمام. بس كده. 5 زائد 5 10، الاكس ب5. هنا جه قال لك الاكس بتساوي اكس ايه، زائد 5، يعني 5 زائد 5 10. ادي كده. خلصنا. هقول لك بس كود كده في السريع. خلينا نعمل كومنت لدول. ماشي. تعالى نشرح كده كود في السريع خالص. حط هنا. ماشي. كنترول في. شيل السطر ده كده. تعالى من أول هنا. شيل الكومنت خالص من أول هنا. بص يلا، أنا جيت قلت بسترنج. أنا دلوقتي تعالى بس أجيب لك الصورة اللي هتفهمك الموضوع. بص، أنا دلوقتي علي ده عايز يخلي أبوه إن لو زبون طلب أوردر يبان لأبوه إن الزبون ده طلب أوردر كذا كذا كذا. فهندخل اسم العميل، حاجة اسمها سترينج. تمام، اللي بندخل بقى إيه، كلمات وجمل. هندخل أول حرف من الفاكهة بحاجة اسمها تشار، اللي هي مثلا أبل، فعليها إيه حرف الإيه أهو. هندخل الوزن بالكيلو، حاجة اسمها إيه فلوت، لو 2 كيلو وربع، 2 كيلو ونص لو في كسور. تمام أهو. هندخل عدد التفاح بالإنت، اللي هو إنت 5 مثلا. تمام. التوصيل متاح أو مش متاح هنعملها بالبول. تمام كده. فتعالى نبص، سيبك من البول، احنا كده 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 قلنا ايه مش هنستخدم البول خالص. فتعالى نبص. اول حاجه عرفنا سترينج كاستمر نيم يعني اسم العميل. بعد كده التشار الفروت انيشال اول حرف من اسم الفاكهه. بعد كده عدد القطع عرفناه بانتجر عشان يكون عدد صحيح. الوزن بالكيلو عرفناه بايه بفلوت. لو النطاق موجود هيطبع يس، عرفناه بايه بتشار عشان برضو ايه هيطبع حرف واحد يا يس يا نو، واي او ان. تمام. فسي اوت انتر ايه كاستمر نيم، يعني دخل لي يا باشا اسم الايه اسم العميل. سي ان انت هتعمل ايه هتدخل اسم العميل. سي اوت انتر ذا فيرست ليتر اوف ايه اوف فروت، فهتدخل انت هنا ايه هتدخل اول حرف من اسم الفاكهه. هنا بيقول لك دخل الكميه، فهتدخل ايه مثلا 6 قطع 7 قطع. هنا بيقول لك دخل الوزن بالكيلو، هتدخل الوزن مثلا وليكن 2 كيلو وربع، 2 كيلو ونص. عادي كسور كده كده انت معرف بفلوت. تعالى لو الدليفري موجود دخل لي يا باشا، لو الدليفري موجود دخل لي واي، لو الدليفري مش موجود دخل لي ان، لو انت في النطاق يعني. بعد كده بتعرض البيانات. بتعرض اسم العميل، اول حرف فاكهه هو اختارها، يعني اول حرف في اسم الفاكهه. الكميه اللي هو عايزها، الوزن اللي هو عايزه. لو النطاق بتاعه موجود بيظهر لك واي، لو مش موجود بيظهر لك نو. ده البرنامج. تعالى نرن كده الكود. يلا بسم الله. قال لي اسم العميل، قلنا علي. يلا. اول حرف في الفاكهه ايه الكوانتيتي الكمية مثلا 8 تفاحات. وزن الفاكهة وليكن 2 كيلو 35. حلو، النطاق موجود تمام. اهو. قال لك اوردر ديتيلز، اسم العميل علي. اسم الفاكهة أول حرف في اسم الفاكهة ايه، كوانتيتي اللي هي الكمية 8. الوزن اللي هو 2.35.
الدليفري متاح ولا لأ؟ متاح، تعمل لك هو. بس كده خلصنا، يا رب أكون مطولتش عليكم. ولو في أي حاجة انتوا مش فاهمينها عادي كلموني وأنا هرد عليكم إن شاء الله. بس كده. شكرا.